الموسيقى الأندلسية ضمن فعاليات مهرجان ربيع أجدال الرياض في دورته 17. إلى أجواء الأمسية ينقلنا روبورتاج وداد المساوي ومحمد أمين شرقاوي. في ليلة ساهرة في فن السماع والمديح النبوي استمتع خلالها الجمهور المولع بهذا الفن بباقة من القصائد والأمداح النبوية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحفل اللي كنظموه اليوم عنده مجموعه من السياقات. كاين سياق قومي هو اننا كنحتفلوا بالسنه الهجريه، وكاين سياق وطني هو الاحتفال بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين، وكاين سياق وطني وهو ايضا محلي، وهو اننا الان في مهرجان ربيع اجدال في الدوره ديالو 17، وحنا تنشاركوا في هذا المهرجان هذا للمره الثالثه على التوالي. تأتي هذه الأمسية التي نظمتها جمعية نفحات ثراثية للموسيقى الأندلسية في إطار المحافظة على التراث المغربي باعتباره رافدا من روافد الثقافة والفن المغربي وأحد مكوناته. حقيقة سنقدم فيها شذرات من نوبة الحجاز الكبير وسماع من نغم الاستهلال، وكل هذا في إطار الاحتفالات بالذكرى الفضية لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرش أسلافه الميامين. هذه الحفلة غادي تخللها تقديم حصة من السماع الصوفي وحصة من طرب الآلة بتأطير الأستاذ سعد التمسماني. تنظيم هذه الأمسية تخليدا للذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة لهذا الحدث السعيد. معكم سلسلة